بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. استعنت بالله أفسر أحلامكم وبإذن الرحمن أبشركم. الأولوية للمشتركين الجدد اللي ما توفقوا في التفسير قبل كده أو الناس اللي لها فترة ما فسرت، كرما منكم اتركوا لهم فرصة. الأولوية للأعضاء أو المشتركين اللي لهم فترة طويلة ما فسروا أو المشتركين الجدد اتركوا لهم فرصة. الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نشوف أول التعليقات اللي ظهرت عندي. سان فلاور بتقول حلمت ان اشتريت حلمت ان اشتريت ايه؟ كلب. كلب بنتي الصغير. يعني ايه كلب بنتي؟ كلب تقصدي كلب ولا ايه؟ وضحي لي لو سمحتي. اشتريت كلب بنتي يعني ايه؟ وضحي لي. خسارة، خسرت دورك يعني ليه كده؟ وضحي لي، قولي لي مثلا بنتك سنها كام؟ كلب، اشتريتي كلب اللي هو الحيوان يعني لبنتك؟ طب بنتك سنها كام؟ الكلب هو صديق. يمكن انت دخلت في حد في العيلة جديد عندك او حاجة زي كده، ان كنت انا فهمت صح، لان طريقتك مش واضحة. ده شخص يدخل البيت عندكم، شخص انت بتسعي تدخليه في البيت عندكم. لولو عليكم السلام. حلمت ان البيت اللي امام بيتنا زي ما كنت هد ووجدت مكانه عمارة جميلة والوانها رائعة عذباء. خلاص فترة من الزمن قديمة راحت لحالها وحياة جديدة ليكي، والله اعلى واعلم. ليلي، حلمت ان بنتي عندها 3 سنين سنانها اللي فوق وقعة. مم. طيب هقولك على حاجة، رسالة مبدئية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهتم بها صحيا. كالسيوم ومواد غذائية او نظام غذائي. يعني يكون اقولك ايه، نظام غذائي للاسنان بالذات، يعني عشان تتوقي سقوط اسنانها. تمام، دي اول حاجة. حاجة تانية، انتي مهمومة من حاجة، انت في حاجة مزعلاكي، في اشخاص مزعلينك، في حد مزعلك وانت مهمومة. الله يفك عنك ويفرج كربك يا رب العالمين. رضوى، حلمت ان حماتي خدت تليفوني ورميته من الشباك، وانا زعلت قوي وقلت لها رميتيه ليه؟ وبعدين نزلت الشارع اشوفه لقيت موبايلات جديدة واحدث منه، متزوجة عندي بنتين. طيب، حماتك رمت الموبايل بتاعك وهو قديم، ولما رميته ونزلت تجيبيه لقيت موبايلات جديدة. طيب هي حماتك بتقولك انسي اللي فات وما تدققيش في المشاكل اللي بينك وبين زوجك، تمام كده؟ او ربما هي عملت معاكي حاجة وهتيجي خير، يعني في ظاهرها شر ليكي ولكن في باطنها خير. الموبايل القديم هو علاقات قديمة ومشاكل قديمة احتمال بينك وبين زوجك، وتنتهي وتروح لحالها واللي جاي احسن بإذن الله. تمام. منامك حلو، ما تزعليش من حماتك، حماتك بتحبك وعايزالك الخير. الله اعلى واعلم. ثواني اكتب عنوان اللايف. يا الله يا ولي المتقين يا رب. يا الله.
اللي بعد كده رشا، وخيرا جزاكي، اكتبي منامك يا رشا. آية: حلمت كذا مرة إن السماء تمطر بغزارة وأنا كنت مهمومة وفرحت بالمطر. عزباء: طيب طالما كنت فرحانة بالمطر ومهمومة، طب علامة انفراجة. الناس اللي بتسأل عن فيديو أو رموز مبشرة بالفرج في المنام، أنا عملت الفيديو ونزلته على القناة ومفيش حد منكم انتبه. الفيديو رائع ومبشر جدا جدا، علامات مبشرة بالفرج في المنام. تمام يا آية، أبشري بانفراجة يا حبيبي. عبير: حلمت إن دروسي بتقع دون ألم والحلم تكرر أكثر من مرة، متزوجة، عندي ولد وبنت في الجامعة، ربنا يتم لك أمورك على خير، دروسك بتقع بدون ألم. طيب حاجتين اتنين، يا إما يعني أشخاص بيخرجوا من حياتك وما بتفرق معاكي، يا إما هموم وتنفرج عليكي بيسر وسهولة، والله أعلى وأعلم. مليكة: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتك بذكر الله. إيمان إيما شلبي بتقول لي حضرتك فسرت لي حلم واتحقق. طب رجاء منك، أولا شكرا على البشارة، اكتبي المنام كان إيه بعد اللايف ده ما يخلص في تعليق، واعملي لي إشارة، قولي لي المنام كان كذا وتفسيري كان كذا واللي حصل في الواقع كذا. بارك الله لك ويعجل لك بفرحة جزاء تبليغ البشارة بصحة التأويل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن جهلي وزلة لساني. رشا بتقول لي حلمت شعرة من رأسي مفروسة في يدي الشمال. يعني إيه مفروسة؟ مغروسة ولا إيه؟ مغروسة. شعرة من رأسي مغروسة في يدي الشمال. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت عندك مشكلة، معنى ان الشعرة مغروسة يعني الشعرة سقطت من راسك، وسقوط الشعرة بيكون هموم ومشاكل، معنى انها راحت لإيدك اليسار او الشمال يعني مشكلة وتتيسر ليكي، ان كان كلامي صح والعلم عند الله. اللي بعد كده نور: حلمت بقرأ سورة الفلق أنا وأخي، مكتوب على سطح الغرفة وكانت مكتوبة بخط جميل جدا. عزباء: أخي خاطب. طيب ده سورة الفلق حفظ من الحسد، الزميها وخدي أذكارك عشان ربنا يحافظ عليكي أنت وأخوك من الحسد، والله أعلى وأعلم، وانفراجة ليكي أنت وأخوك أيضا. تمام. اللي بعدها منا بتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلمت ان امي المتوفى الله يرحمها يا رب كان في واحدة ضايع منها خاتم ذهب وكان مع امي بالغلط، وقلت لها رجعه لها. المنام راح يا منا، وقلت لها نرجعه لها، اهلها جم طلبوه، بعد كده طلعت الست زي ماتت، وجوزها قال لي خليه معاكي. يعني الخلاصة كله ان الخاتم معاكي، يعني ده فرحة ليكي يا منى، فرحة ليكي انت يا حبيبتي، كنت يأست منها اصلا، فرحة كنت يأست منها، والله اعلى واعلم. يا الله. الأستاذة طبعا المنامات متكررة. مي بتقول لي أختي حلمت إنها واقفة هي وماما وكانوا بيبصوا للسحاب وكان لونه أسود. لا، السحاب والأسود والحاجات دي بتبقى شدة وربنا يفرجها عليكم. كلما السحابة لونها غامق كل ما كانت شدة اشتدت، وبشارة بالانفراجة، لأن طبعا الغيامة أو السحابة السوداء بتكون معبية مية، وكل ما كان لونها داكن وكل ما اغمقت واشتدت كل ما كان المطر قرب، فأبشري بفرج قريب بإذن الله، والله أعلى وأعلم.
اللي بعدها رحاب. خالته حلمت بلحم كتير موجود عند خالتها، فراخ ولحمة نية، وهتسويه خالته متزوجة خالتها عايشة. طيب اللحم كتير والفراخ الكتير بيكونوا ايه؟ في مناسبة عند هتشارك فيها في بيت صاحبة البيت. يعني الرائية هتشارك في مناسبة عند خالتها، والله أعلى وأعلم. يا الله يا ولي المتقين. آه جنى بتقول لي متزوجة، حلمت ان اختي واقفة على البحر ومعاها غزل غزل بتطلع منه جمبري وسمك، وانا وافقت اسلك، وقفت اسلك الغزل الجمبري والسمك، وكان سمك جميل. انا بكلمها وبقول لها انا ما خدتش من الجمبري والسمك ده، ولقيت زي قطعة اثار مع الغزل ده اللي هو ايه؟ غزل. بصي طالما بتسلكي وكذا وعلى البحر، زي حاجة زي الشباك يعني كده، ممكن. والسمك اللي انت اخدتيه، اختك بتسعى الارزاق وربنا يوسع عليها باذن الله. تمام. بتقولها ما خدتش من الجمبري والسمك، ولكن لقيت قطعة اثار. اختك ربنا يكرمها برزق، وتكون انت مساعدة ومعينة ليها، ولكن مش هتاخدي منها، مش هينولك من رزقها حاجة، ولكن انت ليكي رزق خاصة بيكي، رزق خاص بيكي انت. قطعة الآثار هو رزق مميز ليكي انت، ومحدش هيشاركك فيه. ابشري بإذن الله. قطعة الآثار، يا إما انت متزوجة، ممكن يكون حمل ليكي يا أم جانا خالد، حاجة تخص الأرزاق مميزة بالدرجة الأولى، احتمال حمل، والله أعلى وأعلم. لو حصل طمنيني. أحباب النبي، حرام عليكي منامك طويل. بتقول كان في مناسبة وبنشرب الناس بيبسي، وكان في 2 تعبانين وماتوا، واحد منهم جدك والتاني مش فاكراه. قعدت في بيت جيران تانيين وشفتهم مدخلين الايه، الكربين بيتنا، وقعدت اصرخ جامد لحد ما اغمى عليا. لا انت من كلمة الكربين اللي هم زي النعش يعني كده، لا انت مكروبة يا احباب النبي. انا هفسرهولك من الكرب اللي تحت ده. كربة انتوا مريتوا بها في البيت وتنفرج عليكم، ومن بعدها مناسبة سارة، والله اعلى واعلم. ماشي يا ايه ما شلبي، قلت لك يا حبيبة قلبي. اكتبي المنام كان ايه، والتفسير كان ايه، واللي حصل في الواقع ايه. وشكرا ليكي على تبليغ البشارة بصحة التأويل. اعملي لي اشارة. ام حمادة، حلم ان زوجي يلعب في الجوال، لا هو مسك عصفور حلو كتير وجميل وملون، بحكي شكله غالي كتير. الجوال وعصفور ده خبر سر مقبل عليكم يا ام حمادة، يجيلكم في القريب العاجل. تسلمي يا رضوى، يا رب، ولكن مثل وزيادة. استاذة سان فلاور بتقول حلمت اني اشتريت كلب بني صغير، انا منفصلة. طيب يعني وضحي لي. الكلب اللي اشتريتيه هو شخص كويس هيدخل العيلة عندكم زي ما انا قلت في الاول، بس انا كنت مش فاهمة حضرتك كاتباها ازاي يعني. الكلب البني من القرايب، جاي على بالي ان هو من القرايب، يعني مش حد غريب هيدخل حياتك، انت اللي هتسعي كده، الله يعلم. انا شمس، حلمت ان بنتي كانت حامل والحمل نزل، واختبار الحمل عشان تاكد لي انها كانت حامل، وجوزها بيقول لاهله التعليق سحب يا نور يا شمس. تسلمي يا جنى.
ثواني. انا شمس. الناس اللي بيبيعوا جيلاتي، انا مش عارفه جيلاتي ايه في البرد ده، بس الغردقه عندنا دفا يعني. احنا لسه ما شتناش بالنهار صيف. اتفضلوا معانا. شمس بتقول لي بنتي حملت وسقطت، وبتاكد لي انها كانت حامل، وجوزها بيقول لاهله ليه ما حدش اخدها للدكتور، وقال لي اقفلي علشان الدكتور عندها. بنتي مش حامل. مم. هو موضوع حمل وسقطت وكذا، هو يعني آه، ماله علاقة بالحمل إلا إذا كان عقل باطن منك انت، أنا شمس. ولكن كونها الدكتور عندها ده إصلاح أمور ليها، وربنا يداولها المشكلة اللي عندها في الحمل. اسعوا خليها تروح للدكتور. خليها تروح للدكتور، وقولي لها في الصلاة، في السجود، في قيام الليل، تكرر الآية اللي هي دعاء سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كونها راحت للدكتور ده سعي منكم، وبإذن الله يجيب نتيجة. أما إن هي حملت وسقطت، يعني إن فرص راحت منها، فرص راحت منها، وكل شيء بأوان. والله أعلى وأعلم. ليلي بتقول لي هي أسنانها واقعة ومهرية من وأنا برضعها. طيب ما ممكن يعود عليها المنام، وأنا قلت لك ويعود عليكي أنت. تمام. مامة جودي، قولي لها لو ايه في ايه؟ بتتألمي ليه يا مامة جودي؟ قولي لها لو حلمت ان حد متوفى بيرجع في الحمام وبيرجع، وانا واختي دخلنا نحميها ونغسلها من الترجيع والمتوفية الام. الحلم ده لصاحبتي وهي متزوجة وعندها طفلين. يعني كده اهو نسخلك المنام وانت جايباه كده ومتاب، يعني كوبايه كده، ما تعرفينيش الاول تقولي انا مين؟ طيب ماشي. ثواني بقى عشان اركز واعرف مين اللي شافت المنام. يعني الرائية شافت ان امها المتوفاة بترجع في الحمام وهدومها كذا، وهي غسلت لها وكذا. قياء المتوفى يعني كلنا بإذن الله مغفرة ذنوب. والبنت اللي شافت المنام بارة جدا بأمها، باستغفار، بصدقات، بدعاء، أو بر والدين يعني. تمام. القياء بيكون يعني بلاها نتكلم في قصة المتوفى ونخوض في أعماله، ولكن غفر الله لها، وبإذن الله حسن حال لها في مكانة طيبة عند رب العالمين. والسبب في المكانة دي هي البنت اللي شافت المنام. والله أعلى وأعلم. اللي بعد كده. آه، إسراء عبد النبي. حلمت ان في توك توك مع اخواتي البنات، وركب معانا شاب شكله متدين وليه دقن ولابس جلابية، وقعد يتكلم مع اختي كتير، ورحنا. جه شخص قريب وروحنا. جه شخص قريب متوفى قال الشاب ده عايز يتقدم لي، اخواتي متزوجين وانا عازباه. طيب شكله متدين، ما بتعرفيه يعني شخص مجهول. خلاص لعل يتقدم لك شخص ملتزم، والله اعلى واعلم. حسب المواصفات اللي انت شفتيها في المنام من الشاب ده بالظبط، يتقدم لك شخص باذن الله على التزام، ويتيسر لك الامر ده قريبا، والله اعلى واعلم. اه يا رشا، الشعرة اللي في ايدك الشمال اهو، شوف انت كتبت المنام، بيأكد تفسيري بفضل الله. انت قلت اخرجها بالراحة، هي مشكلة وانت هتتيسر لك بسهولة بإذن الله. والله اعلم. اللي بعدها.
اللي بعدها هانم علي: حلمت ان بيتنا بيوزع بيبسي اورنج عزباء. طيب مناسبة عندكم وتوزعوا على الناس، او حاجة فيها فرحة زي نجاح، زي مش عاوزة اقول ندر، بس طالما هتوزعوا على الناس يبقى حاجة انتوا كنتم منتظرينها، لو حصل كذا هنعمل كذا، لعل هي بشارة، والله اعلى واعلم. ام لمار: انا شفت ان راكبه قطار والعربيه انفصلت عن القطار والناس مش عايزه تنزل، نزلت ركبت قطار مكمل الطريق، وصلت المكان ركبت ميكروباص ابيض عشان كنت مصره اوصل لمكان. صح، هو اصرار منك على حاجه عايزه توصلي لها، مهما قابلتك عثرات وعقبات او كبوات، فانت مصره وعندك اراده، هتوصلي للي انت عايزاه، توصلي له مهما كانت الصعوبات. ربنا يثبتك وتوصلي بإذن الله. زوزو: حلمت ان انا ذهبت للمسجد، وعندما دخلت الباب كنت ابحث عن احذيتي، وكانوا في رجلي اصلا، ولكن كنت ابحث عنهم، كنت ابحث عن جلبابي وهو فوقي، وكأنهم ضاعوا عليا، وفي بنات بينظروا الى ماذا ابحث وانا لابساهم. طيب انت عارفة انت اللي بتدوري على حل المشكلة، والمشكلة يعني والحل في ايدك. يعني الناس بتقول الحل قدامك اهو، انت بتدوري على ايه؟ انت عزباء، شوفي انت بتسعي لزوج صالح، والزوج قريب منك جدا جدا جدا، والله اعلى واعلم، يا اما بتسعي لشغل يا اما بتسعي لزوج، وربنا يعجل لك بها قريبا، والله اعلى واعلم. سارة: انا حلمت اني زرعت برتقان، وبعدها لقيت شجرة البرتقان دي اثمرت كتير، وكان شكلها حلو قوي، وكنت فرحانة بها عزباء. بصي، الزراعة بتكون عمل صالح، انت عاوزة تعملي مشروع او حاجة، البرتقان رزق ليكي، البرتقان سعي في امر يخص الارزاق ليكي، وينتج بسرعة جدا جدا معاكي. لو في حاجة زي كده قوليلي. آه هدى احمد بتقولي سؤال، انا قرأته عشان هو سؤال يا هدى، لان انت معايا على القناة وكتير بتفسرها على الفيس، لكن في ناس تانية ما بيتوفقوا، فقلنا نترك لهم فرصة، نترك ليهم فرصة. سؤال هدى حلو، بتقولي في قناة بتنزل قراءات بعض الآيات للرزق بعدد معين، مع العلم لما عملت كده بقيت اشوف كوابيس ومشي في الطين، ده حكمه ايه؟ شوفي، انا ملتزمة باللي ربنا قال عليه ورسوله، باللي ربنا قال عليه ورسوله، ان انا ايات حاجات للرزق، الاستغفار، ايات الرزق في القرآن، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى انا لما اكون عايزه رزق الزم الاستغفار، ورزق شامل كل حاجه، مال وعيال وصحه، وتوفيق في كل حاجه، وزواج وكل حاجه. اما ان ناس تقول ايات وكذا، هيقولك مجربينها، ده اعتقادات، انا ما اقدر اكذب ولا اقدر اصدق على الكلام ده، ولكن انا التزم بالقرآن والسنة، بالكتاب والسنة. تمام يا هدى؟ وسيد الاستغفار، كل الحاجات دي، انما ما بعرف، يعني هما بيقولك مجربين وجربوا واعملوا كذا. نور العلم رغم ان هي بتفسر برضو على الفيس وعلى القناة، ما فيش سمع عن كلام برضو. المنام بتاعك دلالة على ان ليكي فرحة بإذن الله يا أستاذة نور العلم، ساتر ليكي وفرحة ومناسبة سارة، والله أعلى وأعلم. آية مختار: استيقظت على شخص يقول لي اقرأي السبع آيات، أنا أنسة وطالبة، اللي هي السبع آيات، السبع المثاني، الفاتحة. الفاتحة الفاتحة هي السبع المثاني، إلزام الفاتحة، يعني رددها طبعا في غير الصلوات كتير، وربنا يفتح لك كل باب مغلق يا آية مختار، والله أعلى وأعلم. خلود: ماما مدرسة زميلتها حلمت ان ماما جابت لهم في المدرسة 5 أكياس سكر، فزميلتها قالت لماما فهنا سكر، انا هاخد السكر ده بيتنا.
ماما مدرسة زميلتها حلمت، يعني المنام ده مش لماما. حلمت ان ماما مدرسة زميلتها حلمت ان ماما جابت لهم في المدرسة 5 اكياس سكر، فزميلتها قالت لماما فهنا سكر، في هنا سكر، انا هاخد السكر بيتنا. طيب هي ماما لها مكانة في المدرسة، مديرة مثلا، او ماسكة حسابات او حاجة زي كده، في خير كتير. الام هتكون، ماما هتكون مصدر خير لحد في المدرسة، وخاصة اللي خدت السكر البيت. السكر بيكون فرحة ورزق وحاجة حلوة. ها، ممكن تكون ماما مسؤولة عن حاجة في المدرسة، حسابات، علاوات، ما بعرف، ولكن في خير كتير الأم هتكون سبب فيه للزميلة اللي خدت السكر البيت. والله أعلى وأعلم. هبة، زوجي حلم بإن أنجبت ولد وبيسألوا على التسمية، قال لي هسأل والدي ومفيش تفكير في الموضوع ده. والله لو الولد شكله حلو يبقى هو خبر حلو وموضوع كويس، والزوج يشارك والده في الموضوع. يعني خبر حلو، موضوع فيه خير لزوجك، وزوجك يدعو والده لأنه يشاركه في الأمر ده. فهمت عليا؟ خير، موضوع خير، يمكن فرحة ليكم، يمكن حمل فعلا، يمكن شغل، يمكن حاجة حلوة تخص الأرزاق، وزوجك يشرك الجد اللي هو والده في الأمر ده، ياخد رأيه ومشورته. والله أعلى وأعلم. بسم الله ما شاء الله. مريم ماري كاتبالي منام تقريبا 60 سطر. الله يفتح لك الأبواب المغلقة يا رب يا حبيبتي. سماح، حلمت ان معايا مصحفي وصاحبتي معاها مصحفها، ومصحفها فيه صفحة موجودة وصفحة ممسوحة، وانا بقول صوري من مصحفي واطبعيه عندك. ما شاء الله عليكي، انت ملتزمة وقريبة من القرآن ومن ربنا. اما صاحبتك على عكس ذلك، وانت بتنصحيها بتقولي لها شوفي اللي بيلتزم بالقرآن ربنا بيعمل معاه كذا وكذا وكذا. الآيات لما تكون ممسوحة او متشقلبة او مش موجودة، ده انذار بالتوبة، انذار بالتوبة والقرب من ربنا والحفاظ على الصلوات. انت نحسبك على خير، وبتنصحي الغير سواء صاحبتك دي او غيرها بالطاعة. تكرمي يا سماح. ملك محمد، حلمت ان انظر في المراية وحواجبي متصلين ببعض ومتزاجوا، لدي مشاكل قد تؤدي للانفصال. ما هي الحواجب المفروض تكون في المنام مزججة ومرسومة وحلوة، فلما تكون متصلة ببعضها كده فانت مهمومة. الأمر كله بيدل على حالك المنام. إيناس زيدان، حلمت إن ذكر بط وقطط كتير بيعضوني من الخلف. متزوجة، قطط كتير بيعضوكي وذكر بط. أشخاص حواليكي بيأذوكي بيطعنوا فيكي بكلام صعب من وراكي، ديري بالك على حالك. فهمتني؟ رنا بتقولي، رنا قال يا عطر، بتقولي بالله عليك تفسري لي لاني خايفه منه جدا. حلمت اني كنت بصلي بسوره الجن، وبعدين خفت جدا وجلست مكاني على الارض، وبعدين خرجت في البلكونه حتى انادي لشخص ينزلني، لاني كنت بصلي في الدور الثاني من بيتنا، بس لما خرجت في البلكونه الخوف راح والدنيا كانت نهار عزباء. هقول لك الاحتمالات اللي جات لي، والله اعلى واعلم بالصواب. يعني بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. معنى سوره الجن، يمكن انت يعني بتتدخلي في امور مثلا انت مش مؤهله لها دينيا يا رنا، بتتكلمي او بتتدخلي في امور دينيه انت لست اهلا لها، لان اول لما قرات سوره الجن حضر وخفتي، تمام كده، وهربت ورحت البلكونه تستغيثي بمخلوق اي حد ينجدك منه. فهي امور تخص الدين، خاصه الرقيه
او امور تخص المخلوقات الاخرى زي الجن يعني، وانت مش اهل ليها، فما تتكلميش فيها، لان انت يعني حالك حالي، ما تقدريش تواجهيها. تمام. وحاجة تانية، احتمال تكون أذى ليكي وربنا يفرجها عليكي، لأن انت خرجت البلكونة والهم والخوف راح عنك، فهي فترة من الخوف والتوتر انت مريت بيها، واللي جاي أحسن بإذن الله، وأمن وأمان، وربنا يأمن روعاتك. والله أعلى وأعلم. اللي بعد كده، أميرة أبي. عزباء رأيت في المنام كبش سمين في منزلنا لكي يذبحه أبي وجدي صدقة. كي يذبحه أبي وجدي صدقة معروف. ثم قال جدي الدعاء وذبح ذلك الكبش سال منه دم في الأرض، ثم تحول الكبش المذبوح إلى خروف صغير مذبوح به دم، ثم تحول ذلك الخروف إلى أخي الصغير، وكان أخي مذبوح وبه دم في رقبته. أخي عمره 3 سنوات. مم. طيب هقول لك على حاجة. أخوك عمره 3 سنوات، طب والدك اللي كان بيذبح الكبش هو والجد، طيب هو في يعني مش عاوزة اقول، بص هو انا هفسرها على الخير، على ان انت عارفة قصة سيدنا ابراهيم وولده اسماعيل. قال يا ابا تفعل ما تؤمر. هو في الاول بيقول له ايه؟ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فباذن الله هو امر يقضى للاب والجد، امر يقضى للاب والجد. دي حاجه. وحاجه تانية، الولد اللي سنه 3 سنين ده هيكون بر جدا جدا بالوالد وبالجد. تمام. بس الامر ده هيكون فيه صعوبة على الاب والجد، لان فيه دم، والدم بيكون اهدار مال او مصاريف زيادة. تمام. يبقى طمنيني يا اميرة ابي. العصر أذن عندنا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما تنسوش يا جماعة النهاردة الجمعة، لا تنسوا سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وساعة الإجابة بعد اللايف على طول. اللي ما قرأ الكهف يقرأها، اللي ما عمل ورد صلاة على النبي يعمل على الأقل 300 مرة. أبسط الصيغ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادعوا، ادعوا لنفسكم ولكل حبايبكم. اللي بيحب حد يدعي له. الحب هو الدعاء يا جماعة. اللي بيحب حد يدعي له. الحب دعاء. تبادلوا الحب، تبادلوا الدعاء. تمام. يلا ناخد اخر منامين بقى. تسلمي يا اميرة. طب كلامي صح ولا ايه؟ ام لطفي بتقول لي نقود ورقية جديدة في جيب زوجي. خلاص طالما جديدة وكتير، يبقى رزق من واسع من باب جديد، رزق من باب الارزاق يعني. ربنا يفتح له باب رزق جديد كده وييسرها له باذن الله. دودي ماما حلمت ان زميلي في الشغل جاي لي نتيجة وجاي يعلقها لي في الشغل برضو، كان شكلها حلو، كان خشب عزباء احنا الاتنين. ماما حلمت ان زميلي في الشغل جايب لي نتيجة وجه يعلقها لي في الشغل. برضو كان شكلها حلو، كانت خشب عزباء احنا الاتنين، نتيجة للسنة الجديدة يعني، تقويم يعني، تقويم يعني. مم.
ماشي، لو قلت اسم زميلك، لو قلت بينك وبينه حاجة، عموما في حاجة حلوة ليكي جايلك من الشغل في بداية السنة، في حاجة بشارة جايلك من شغلك في بداية السنة الجديدة، والله أعلى وأعلم. بس طالما جابها لك البيت، لو قلت بس علاقتك بيه أو اسمه حتى، ممكن أقول لك حاجة تخص الشغل كعلاوات، ترقيات، بوزيشن أعلى ليكي، مكانة عالية ليكي، كادر ليكي أحسن. أو يمكن الشخص ده يتكلم في ارتباط هو أو غيره، ما أنت ما ذكرت علاقة بينك وبينه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. روان بتقول لي حلمت إن قصيت شعري كذا مرة كذا مرة، ويكون شكلك حلو، ولا شكلك بيكون مضايقك أو بتزعلي على قص شعرك؟ لو شكلك حلو هقولك يا رب طلة حلوة ليكي، طلة بهية. لو شكلك بتبقي مش راضية عنه او بتزعلي على قص شعرك، يمكن قرار خطأ انت بتاخديه، مش عارفة، ما انت ما ذكرتيش برضو. واثقة بالله، حلمت ان اسناني وقعت في ايدي ونضفتها بالمعجون علشان تكون نظيفة، وقلت اروح له يعملها لي. وكلمت الدكتور فون وقال لي انا مش في العيادة، هو كان موجود وانا فضلت اعيط. هقولك على حاجة، إعادة نظر في علاقات، إن أنت قلت إيه، أنا هبعدهم شوية، أو هعلمهم الأدب يعني، وعاوزة ترجعهم حياتك تاني، مش عارفة. أنا ما بعرف كيف جال التأويل ده. وحاجة تانية يمكن ماديات، يعني عاوزة حد يساعدك فيها كيف تستثمريها، ولكن الأمر متوقف. لو أي من تأويلاتي صح قوليلي، لو غلط قوليلي. قليلا أصيب وكثيرا أخطئ، ورأيي خطأ يحتمل الصواب. تمام. يا إما أصدقاء أنت بتخرجيهم من حياتك وقلت هنضفهم هعلمهم الأدب، وابقى أرجعهم وقت ما أنا عايزة، ولما حبيت تدخلهم في حياتك تاني مش عارفة يرجعوا تاني وبتبكي. لكن فراجة والله أعلى وأعلم، ويمكن مهمومة من أمر ما وتنفرج عليكي. تمام يا حلوة. يلا، انا عارفة ان الوقت قليل، بس سامحوني انا مضغوطة، وده مش وحش يعني، مش وحش. نص ساعة مش وحش، ومرتين في الاسبوع، ومرة بنفتح النشر ومرة بنفتح لايف، والله المستعان. يلا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.